تحطيم الحلم الأمريكي، أشبال الأطلس يكملون الملحمة ويصلون نصف نهائي المونديال. التاريخ يعود ليرسخ نفسه. كتب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة فصلاً جديداً في كتاب مجده الكروي بعد أن أطاح بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة نارية بربع نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي. هذا الانتصار ليس مجرد عبور، بل هو تأكيد على أن أشبال الأطلس لم يعودوا فريق مفاجآت، بل قوة عالمية صاعدة تستحق المنافسة على اللقب. وللمرة الثانية في تاريخه يبلغ المغرب المربع الذهبي، مكررا إنجاز جيل 2005 الأسطوري. أمريكا تسقط مرتين، نهاية حلم الثأر. دخل المنتخب الأمريكي المباراة بدافع مضاعف، محاولا الثأر من الهزيمة القاسية برباعية نظيفة أمام نظيله المغربي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024. لكن المدرب محمد وهبي ولاعبيه أثبتوا أن النصر في باريس لم يكن مجرد حظ. حسم أشبال الأطلس معركة رانكاغوا بثلاثية مدوية 3-1 لتنطلق الاحتفالات الجماهيرية المغربية والأمازيغية عالياً، ابتهاجاً بتحطيم حلم الثأر الأمريكي وببلوغ المنعطف الأهم. من مجموعة الموت إلى قمة المجد، تأتي هذه القصة متوجة لمشوار لا يصدق. بدأ المنتخب المغربي مشواره في مجموعة شرسة ضمت البرازيل وإسبانيا، لكنه خرج منها متصدراً، ثم تجاوز كوريا الجنوبية بقتالية عالية، وها هو الآن يطيح بالمرشح الأمريكي بثلاثية، مثبتاً أن الروح القتالية والانضباط التكتيكي أهم من الأسماء الكبيرة. ينتظر المغرب الآن مواجهة شرسة في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة فرنسا والنرويج، حيث يعلق كل الأمازيغي والأفارقة الآمال على هذا الجيل الذهبي لبلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.